فرقتين من دوله واحده. يعني دي ساعات بتبقى ميزه، ساعات بتبقى مش مميزه. ميزه لو انت نتائجك اللي فاتت كانت كويسه، واصل 7 بونت، الفرقتين اللي تحتيك 2 3 بونت، ممكن تلعب على هذا تبقى اول وثاني. انما في الوقت الحالي يا اما النادي الاهلي يوقف الزمالك، يا اما الزمالك يوقف النادي الاهلي. يعني المباراه القادمه الاهلي والزمالك، اذا فاز الزمالك على النادي الاهلي وفاز باذن الله بكره يفوز على اورلاندو، يبقى عندك النادي الزمالك بيتكلم على 7 نقاط والنادي الاهلي 7 نقاط. وقفنا النادي الاهلي وصعد نادي الزمالك وفي مصلحه اورلاندو وفي مصلحه ليو برضه. هي دي المشكله. اذا لا قدر الله الزمالك خسر بكره، دي طبعا نقطه ثانيه خالص. يبقى المنافس الاقوى في المجموعه في رايي هو اورلاندو بيراتس مع النادي الاهلي للصعود للمركز الاول مركز ثاني. هو يعني إن في ناس كتير كابتن احمد وكابتن هيثم بيتكلموا على توقف المسابقه. يعني ايه توقف مسابقه؟ احنا ما عندناش نشاط رياضي. اوكي، السنه اللي فاتت النادي الاهلي ما كانش في دوري، لعب دوري ابطال افريقيا، قدم مباراه، اجمل مباراه في تاريخ الكره المصريه في ملعب رادس على الترجي. اوكي، وكسب بطوله دوري ابطال افريقيا وراح لعب كاس عالم ممتازه وما كانش في دوري. احنا السنه دي لعبنا دوري 3 شهور، يعني كان في استمراريه لكره القدم. لما يجي مدرب استمراريه الى حد ما عن الموسم السابق، عن الموسم اللي قبليه، تمام. لما يجي مدرب في الوقت الحالي ويتكلم لي على الاعذار اللي موجوده ان ما كانش في مباراه، انا لا اتفق هذا. ويجي مدرب ثاني يتكلم يقول لك انا عندي اصابات وعندي غيابات، برضه انا لا اتفق على هذا. لما يجي مدرب يقول لك سميش من عند 4 لعيبه، انت تعلم ان اللعيبه دي ماشيه وعارف ان الفرقه واخدها ب 18 او 19 او 20 لاعب. اعذار ملهاش لازمه، اعذار بتوجد للاعب العربي المصري كمان، المصري او العربي، ان هو بيركن على اعذار مدربه انه فعلا خسران مش مشكله، ما المدرب بيتكلم احنا عندنا نواقص. المفروض يا جماعه احنا بنتكلم على كره قدم، عندنا 17 18 19 لعيب، نلعب على امكانياتنا، نادي اداء عالي جدا، نادي اداء رجولي، نلعب تكتيكيا بما يتناسب مع امكانيات فرقتي، عشان بعد كده اقول له الناس كلها انا فعلا لعبت بس ما فيش توفيق. انما عشان اوجد اعذار قبل المباراه اذا كان الاهلي او الزمالك او الترجي او الفرق العربيه كلها، اعتقد ان ده مش جيد بالنسبه للمدرب امام اللاعبين العرب بالذات. تمام كابتن خالد. كابتن هيثم، ايضا نقطه هامه هي الحديث عن القادم